أعلن الفنان أحمد مكي على صفحته الرسمية على الفيسبوك وفاة ابن شقيقته عزة، وكتب أحمد مكي على الفيسبوك: اللهم ارحم ابن أختي عزة أيمن عبد الله، وأدخله فسيح جناتك، وسامحه وأحسن إليه. نسألكم الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة. كما نشرت شقيقته الفنانة إيناس مكي مقطع فيديو قصير على حسابها على إنستجرام، وظهرت فيه شقيقتها عزة وابنها الراحل أيمن الذي وافته المنية اليوم الجمعة 16 مايو. وكشفت إيناس مكي تفاصيل وفاة ابن شقيقتها اليوم في فرنسا من خلال التعليق على مقطع الفيديو التي نشرته على إنستجرام. وكتبت إيناس مكي: الدعاء والفاتحة لابن أختي المهندس أيمن، 28 سنة توفاه الله في فرنسا، وربنا يصبر قلبك يا عزة يا أختي على الوجع ده، وتقدري تتحملي هذا القضاء والقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء هذا النبأ الحزين بعد فترة قصيرة من وفاة والدة الفنان أحمد مكي والفنانة إيناس مكي، والتي أثرت بشكل بالغ على حالتهم النفسية، مما دفع الفنان أحمد مكي للدخول في نوبة من الحزن والاكتئاب والعزلة عن العالم، حتى أنه لم يقيم لها جنازة أو عزاء، وقرر الاحتفاظ بحزنه لنفسه وأن يمر بتلك الفترة بعيداً وحيداً. من المقرر أن تكشف الأسرة عن تفاصيل وموعد ومكان الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يحرص عدد كبير من النجوم على الحضور لمواساة الفنان أحمد مكي.